والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، وقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه أنه قال: سمعت عثمان بن عفان عن أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله أنه قال: سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فقال أبو عبد الرحمن فذكر الراوي عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه كان يقرأ القرآن بسبب هذا الحديث من زمن عثمان إلى إمرة الحجاج، فكان من كبار قراء التابعين. وإقراءه للقرآن لم يكن فقط من باب تعلم أو تعليم أحكام التلاوة، بل كذلك من باب التفقه والتدبر. لذلك إذا تأملنا الأحاديث التي جاءت في فضل تلاوة القرآن نجد أن الأغلب منها إن كان يتعلق البعض بفضل التلاوة، لكن التلاوة المجردة ليس لها فضل كبير مثل التفقه والتعلم والتدبر لآيات القرآن مع التلاوة. لذلك في حديث عقبة بن عامر كذلك الذي أخرجه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين أو ثلاث خير له من ناقتين أو ثلاث، أو من ناقتين كوميتين أو ثلاث ونحو ذلك. طبعا الناقة عند العرب لها قيمة عالية، يعني كأنها تشبه سيارة فارهة. إذا أردت أن تضرب مثالا بشيء له قيمة، فالناقة عند العرب لها معنى، مثلما في عصرنا إذا كنت تريد أن تحصل على سيارة فارهة بس بملايين الجنيهات فدي تعدل الناقة. فآية واحدة تتعلمها في المسجد تساوي هذا وأكثر. فهنا أيضا أرشد عليه الصلاة والسلام إلى التعلم، ليس مجرد التلاوة، تتعلمها تتلوها ثم تفقه ما فيها ثم تعمل بذلك. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. كيف يكون هدى للناس وكيف يكون بينات القرآن إلا بأن تتدبر وتفهم. هذه الهداية لا تكون إلا بالفهم والتدبر. لذلك أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتعلمون كتاب الله ويتدارسونه، ويتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. وهذا يتوافق مع حديث أبي هريرة أيضا عند مسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فالعلم سبيل الجنة، وأعظم العلم أن تتعلم وأن تتفقه في القرآن مع السنة، لأن القرآن لا يفهم إلا بالسنة. لذلك قرآن وسنة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله أو كتاب الله وسنته. فالرسول صلى الله عليه وسلم مبين ومفسر للقرآن، سنته مبينة ومفسرة للقرآن، فلا تفهم ولا تتدبر القرآن إلا بالسنة. لذلك أيضا دعا ربنا إلى أن نقرأ القرآن على تؤدة، وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قال مجاهد بن جبر ومن أكابر تلاميذ ابن عباس ترجمان القرآن قال: على مكث أي على تؤدة.
ومن أعظم الكتب التي تبين هذا الأمر ومن أوائل وأمات الكتب في هذا الباب كتاب أخلاق حملة القرآن للحافظ أبي بكر محمد بن الحسين الآجري المتوفى في العام 60 بعد 300، يعني في قرب منتصف القرن الرابع الهجري رحمه الله تعالى. كتابه يعد أهم كتب السلف التي صنفت في هذا الباب، وقد وفق الله عز وجل العبد الفقير أن يحقق هذا الكتاب على 8 نسخ خطية، أي 8 أصول خطية لأول مرة يعني يخرج الكتاب عليها كما يقول بأجمعها. هذا الكتاب من أهم الكتب التي تبين لطالب العلم وتبين للمسلم. كتاب ليس صعبا يقرأه الطالب العالم ويقرأه المسلم العادي، يتعلم فيه كيف يتدبر القرآن وكيف تكون أخلاق من يتلو القرآن. فليس الأمر مجرد تلاوة هكذا وانتهى الأمر. نعم التلاوة لها فضل بلا شك، لكن التلاوة مجردة بغير فهم ولا تدبر ولا عمل يعني يخشى أن تكون حجة لك لا عليك. هذا القرآن أنزله سبحانه لكي يعمل به ولكي يتدبر. أفلا يتدبرون القرآن على قلوب أقفالها، هكذا قال ربنا. فالذين لا يتدبرون القرآن على قلوب أقفال، نعوذ بالله من هذه الأقفال. نسأل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والتدبر، يرزقنا التدبر لكتاب الله بإخلاص وصدق، وأن يجعلنا من العاملين به هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وهذه من أعظم العبادات التي تقوم بها في الليلة العشر الأخيرة من رمضان. ليس مجرد القيام، لا، أن تتلو القرآن وأن تتدبره. قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها وأن أتلو القرآن. الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. حق تلاوته، حق التلاوة التدبر مع العمل. فكونوا من الذين جاء ذكرهم في حديث عثمان خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا خير الناس. نسأل الله يجعلنا وإياكم أن يرزقنا قيام هذه الليالي العشر الأخيرة من رمضان إيمانا واحتسابا، وأن يرزقنا إصابة ليلة القدر، وأن يرزقنا قيامها إيمانا واحتسابا. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.